أشد بحرارة على اللجنة المنظمة التي اشتغلت بتحضير هذه التيمة يعني ذات الراهنية على مستوى البحث في مسألة تدبير التراب في زمن الأزمات. المداخلة عفوا هنا أغتنم فرصة السيد الرئيس لكي أبلغ حضور الكريم المجلس بأن السيد العميد إقليم شيشاوا يعتذر وكان بوده الحضور ويبلغكم تحياه ويشيد بهذه العمليات التي تعرف حركية علمية داخل هذه المدينة أو داخل هذه البقعة الطاهرة من بقاع وطننا العزيز المغرب. إذا عنوان مداخلتي يتمحور حول طموح الدولة الترابية وإشكالية مركزية التشريع في ظل الأزمات. هنا سأبدأ معكم بالمقولة الراحل الملك الحسن الثاني حينما قال في أحد كتاباته بأنني أنظر إلى المغرب يوما ما أن يكون عبارة عن مجموعة من الجماعات الترابية التي تعرف استقلالية كبيرة في اتخاذ قرار العقول. فأنا الحسن الثاني قول الحسن الثاني يقول فأنا لم أحقق الشيء الكثير على مستوى اللامركزية وعلى مستوى مسألة الجهوية، وبالتالي فطموحه كان هو أن تتمتع الجماعات الترابية بالنوع من الاستقلالية في تدبير القرار العمومي، وأن يحافظ وأن تحافظ هذه الجماعات الترابية على مسألة الشعار الخالد الله هو الكريم، وأن تحتفظ على العلم المغربي، وبالتالي أن تحافظ على مسألة السيادة. هذا طموح الآن على مستوى النقاشات الأكاديمية والتي لم تصل بعد إلى المغرب ولكن تتسرب جزئيا. هذا المفهوم الذي نتحدث عنه في الجزء الأول من المقال هو طموح الدولة الترابية ليطار تريتوريال. لن أتحدث عن تدبير التراب، لن أتحدث عن علاقة الدولة بالجماعات الترابية، ولكن أتحدث عن مفهوم نسبيا جاء في كتابات ميشيل موفي أو فرونسي ديفينونس بيبليك واحد المقال يتحدث على سينارجي البوليتيك يتحدث عن مسألة التآزر الدائم أنه بين الدولة والجماعات الترابية، وسيتحدث عن مفهوم الدولة الترابية، وهنا سيتحدث عن القرار المالي. إذا كنا نتحدث في هذه الأزمات عن مسألة الدولة الترابية، فطموح الدولة الترابية التي نتوخاها والتي يشمل الفاعل الترابي ينطلق من مجموعة من المحددات سأختصرها في 4 محددات. أولا استقلالية القرار الترابي، أن تكون جماعة التراب باعتبار أشخاص القانون العام مستقل على مستوى اتخاذ القرار العمومي، كان قرارا إداريا، كان قرارا ماليا، أو كان أي تصرف من التصرفات التي تمارسها الإدارة. وهذا من بين ما يجب أن تقوم به، هذا أول ما يجب أن نقوم به في ترسيخ مسألة الدولة الترابية. النقطة الثانية هي مسألة ترسيخ العدالة المجالية ومحاربة الفوارق المجالية على مستوى الترابي دائما. هذا الأمر هذا طموح الدولة الترابية. ثالثا التآزر الدائم بين الدولة والجماعة الترابية، وهنا نتحدث عن مصدر استمرارية وقوة الدولة، لكن نتحدث عن أن القرار الترابي قرار سيادي، قرار سيادي، وبالتالي سيادة القرار الترابي تدخل في مشكلات مسألة الدولة الترابية. هذا الأمر يأتي بهدف تحقيق ما يسمى بالتنمية الترابية المشروعة. الجزء الثاني من المداخلة ويرتبط بإشكالية بسيطة، وستكون هذه الإشكاليات السادة الأساتذة تقدم بقراءة حول مسألة القرار المالي. سأحاول أن أقدم قراءة عن مستوى العمل التشريعي داخل المنظومة الترابية، وهنا نتحدث عن العلاقة بين الجماعات الترابية وبين الدولة، إذ نجد وهذا تعرفون جميعا مسألة مركزية التشريع، يعني أن الدولة هي تستمر داخل الجماعات الترابية. لن أتحدث فقط عن الجماعات الترابية، وإنما أتحدث عن كل مصالح اللامركزة. هذه المركزية ديال التشريع هي تضرب في عمق طموح الدولة الترابية من خلال ماذا؟ من خلال ضرب مفهوم الهرمية التشريعية والنظام القانوني الذي أسس له هاسكيلز، حيث ستصبح الدولة لا يمكنها أن تدخل في تأسيس قوانين
الجماعات الترابية أو الجماعات عفوا لا تقدر على أن تكون مشرعة ترابية، وبالتالي فهي تحتاج للدولة على مستوى التشريع. إذا كيف تتدخل الدولة في إطار خلق هذا التآزر الدائم بين الدولة والجماعات الترابية؟ ستتدخل بمجموعة من الاجتهادات الإدارية، لا جوريسبرودونس أدمنستراتيف، ثم هناك ما يسمى بالخدمة أدمنستراتيف يعني استعمال هذا الاسم. هذه الاجتهادات الإدارية المتمثلة في الدوريات، في المناشير، قرارات، في كل التصرفات التي تقوم بها الإدارة تضرب في مسألة الهرمية سأتطرق إلى نفس الموضوع. النقطة الثانية أن مركزية التشريع واستمراريتها ستخلق لنا اجتهادات إدارية قد تصف بحقوق وحريات الأفراد بل ستؤثر سلبا على الجماعة الترابية والمستوى الإداري والمستوى السياسي على كل المسائل. سأتطرق إلى ذلك في بعض الأمثلة. ثالثا مسألة مركزية التشريع ستخلق أو ستضرب طموح الدولة الترابية من خلال التشكيل في العلاقة بين وزارة الداخلية والجماعات الترابية. فهل نحن أمام أوقات حوار؟ يعني هذا التآزر منظومة القيم الأخلاقية في تخليق القرار الترابي بين الجماعات الترابية وبين وزارة الداخلية، أم أننا أمام احتكار بسلطة توجيه العمل التشريعي، أم أننا أمام احتكار لسلطة العمل التشريعي، ثم أن هذا الأمر يساهم في التدخل المركزي. هنا على مستوى العلوم التقنية ديال هذا الموضوع، مسألة مركزية التشريع كيف ستؤثر لنا على المستوى العملي؟ هذا نظير. على المستوى العملي هناك لدينا مخاطر ناجحة من خلال استغلال القرارات الترابية، الشيء الذي يخلق نوع من عدم الثقة بالفاعل الترابي والمتعامل معه، سواء كان موظفا أو كان دولة. النقطة الثانية وتتعلق بمخاطر ترتبط بمسؤولية الجماعة الترابية على الخطأ التشريعي. فحينما تستمر الدولة وتزرع العروق ديالها تدبير مجال الترابية، فالجماعة الترابية حينما تطبق النص التشريعي فهي تكون أمام دعاوى أن القرار الإداري في إطار المسؤولية الإدارية في إطار ما يسمى بمسؤولية الجماعة الترابية. لم نقل عن الخطأ التشريعي أن القرار الإداري لم يصل إلى الخطأ التشريعي، وإنما كان يتطرق إلى ذلك في بضعة 36 من الدستور، مسألة التضامن، مسألة يعني أن الكل يتحمل عقد استطاعة التكاليف العمومية في إطار مبدأ المساواة أمام العام. ثم مخاطر أخرى ترتبط بوضعية الفردية الموظف الجماعي. هذه المخاطر يعني انتقلنا من الأزمة إلى مفهوم المخاطر كما أشار إليه الأستاذ العزيز الأستاذ سعيد في المداخلة. إذا هذا الأمر سيخلق لنا مسائل تتعلق بمسألة جودة وتشكيل الشأن. قد يكون لكم هذا الأمر يعني في نوع من الضبابية، لكن هذا على مستوى تنزيل نسبيا نحن تنتقل إلى مسألة التنزيل. سنرى ذلك. أثار هذه المخاطر ستخلق لنا ما يسمى بالتنمية الترابية المراهقة، وبالتالي فنحن من خلال هذه سنجد تنمية المراهقة. مثال على ذلك علاقات الإدارة بالمشرع، سمينا هذا العنوان بمنهجية وآلية التدخل. أولا النقطة المتعلقة بمشروع حالات الطوارئ وقانون حالات الطوارئ. جاء المشروع بمثابة قانون في إطار فصل 81 من الدستور. فصل 81 من الدستور سيتم مصادقة على داخل اللجنة البرلمانية على أساس أن يتم عرضه في أول دورته على البرلمان من أجل مصادقة عليه. مشروع حالة الطوارئ سيضرب في العمق عمل جماعة التراب، الصفقات العمومية، الدورات، الوضعية الفردية ديال الموظف، العديد من الإشكاليات في خصوص هذا الأمر. قانون سننتقل إلى قانون حالة الطوارئ. الأمر على مستوى نظري اللي ما تديروش الجامعة هو أن المشرع عطينا لي كادر باش نمشي ونحصلوا على الحلول. محكمة النقد ستقول ماذا؟ بأن المشروع بمثابة قانون هو عبارة عن قرار إداري ويجوز الطعن فيه أمام محكمة الرفع الإدارية. محكمة النقد وإن كانت مادة 49 تتحدث عن محكمة النقد بصفة عامة، يتم الطعن فيه أمام محكمة النقد.
القرارات للاسف على مستوى الممارسه كانت واحد الهيئه ديال المحامين اللي كتسمع رفعت الامر الى المحكمه الدستوريه، وهذا الامر خاطئ. بالتالي الاتفاق من الشكل سنجد بان مخوض بحال الطوارئ يتم الطعن في الموافقه بذلك المحكمه الجماعه لا نحتاج. علاش؟ عن العديد من المقاولين ما خداوش الامور ديالهم، وان كنا هنا نقول الهرميه التشريعيه وضرب الهرميه التشريعيه مرسوم بمثابه قانون مع مرسوم تيبقى في هذاك لو بلوك ريغلومونتير ديال الهاسكيت. ملي كيتحول القانون ديال حاله الطوارئ هنا ستقول محكمه النقد لا يجوز الطعن في مدى مشروعيه القانون، وانما الطعن في مساله دستوريه القانون المتعلق بحاله الطوارئ. وهنا سيكون توجيه محكمه النقد ستقول في 2015 المجلس الدستوري انذاك تنظيم قرار 2017 بعد انشاء المحكمه الدستوريه سيقول بانه لا يمكن النظر في قانون حاله الطوارئ الا باحالته مع المرسوم المتعلق بحاله الطوارئ للمجرم. هذه المساله يعني اذا كان فعل التراب في هذا الامر اذا كان وافيا لمركزيه القرار فهذا الهم ديالو، ولكن اذا كان يبحث عن الحلول فيمكنه ان ياخذ هذا الامر حتى جمعيات المجتمع المدني يمكنها ان تسلك هذا الامر. اتوقف هنا ونشوفوا يعني على مستوى النقاش نشوفوا الاسئله. مساله دوله وزير الداخليه متعلقه بحق حول تدبير الاضرار، انا لن اتحدث عن مساله المشروعيه ولن اتحدث عن الامر الجذوريه ديال وزاره الداخليه الاخيره 23 ديسمبر 23 2012. ساتحدث على مستوى هذه النصوص التشريعيه على مستوى صياغتها وصياغه النص اللي هو تنظيمي دستوريا يخالف المبدا الدستوري، وبالتالي تخالف من هذيك الكتله الدستوريه. اقول على مستوى الصياغه لانه يعتبر الاضراب غير مشروع وتغيب غير مشروع، ويقول باعتباره تغيبات ويعتبر بان هذه الدوله تنزل مثابه القانون. كيفاش غيتصرف المجلس الجماعي؟ بس المجلس الجماعي ملي يمشيو رئيس المجلس الجماعي ذو الحق انه ما يعطيناش السبب ديال عدد المقيم، ما يعطيهاش، وان كانت تطالب المحاسب العمومي. المحاسب العمومي ياخذ هذه الوثيقه، هذه الوثيقه تعد التزاما بنفقه. هنا غنمشيو للقراءه الواسعه لوزاره الماليه غتقول لك سيدي هذيك هي، ولكن هي ليست نفقات يعني تتم بدون امر سابق. الى رجعنا القرار ديال وزير الماليه 2018 ملي تنمشيو القرارات ما تلقاوش قرار متعلق، وبالتالي فعلى مستوى المراجع على مستوى الدوليات سنجد على مستوى الصياغه القانونيه صياغته القانونيه لا ترقى الى احترام النص الدستوري، مع العلم انه كانت وزاره التشريع وزاره الداخليه او وزاره التشريع يعني في اطار العقد على الحكومه ان تقوم بمساله جوده النص التشريعي. يعني هناك العديد من الامور. الفقه كيف سيتعامل معها؟ الفقه يقول بان الدولة المشروط او الاعمال الداخليه او التصرفات الاداريه يجب ان تقوم بتفسير المقتضيات وبتبسيطها ولا ترقى الى انتاج نصوص قانونيه جديده لها الاثر القانوني. وبالتالي متى ترتب الاثر القانوني يجوز الطعن فيها وترقى الى مستوى القرار الاداري، وبالتالي يجوز الطعن فيها امام المحكمه الاداريه المختصه. سأذهب إلى التوصيات. هذه التوصيات سنقول بأننا أمام ضرورة خلق منظومة تشريعية تدبير المخاطر. النقطة الثانية وأنا القاعدة القانونية مع خصوصية الجماعات الترابية، لأن الجماعة الترابية ديال الإمتى ماشي ديال الرشيدية، ماشي ديال زنبورة، ماشي ديال خريبكا، ماشي كل جماعة ترابية لها خصوصية ولها ذاتها على مستوى التدبير، وبالتالي يجب أن نتحدث عن ترابية القاعدة القانونية إن صح التعبير، أن تنزل القاعدة القانونية إلى مستوى التراب وأن تناقش هذا الانفتاح على مستوى التراب. النقطة الثالثة، كان الدستور المغربي يتحدث عن مسألة التدبير الحر، التعاون، التوازن على مستوى القوانين التنظيمية كذلك 14 فإنه هناك نوع من تأسيس دستور ترابي على مستوى دستور ترابي على مستوى عفوا الدستور الترابي على نظريات يعني هي حديثه وقيم فيها البحث. بالتالي فنحن في حاجه الى تاسيس هذا الدستور الترابي. لن اتحدث عن استقلاليه القرار وانما اتحدث عن ما قاله الشيخ في التآزر الدائم بين الجماعه الترابيه. لكن
هنا أختي وأقول إذا كان ما سبق ذكره هو ما يجب أن يكون، فإن الكامل هو وضع كارثي، وبالتالي سأضرب كل ما قلته ما يصلحش هذا الشيء يمكن التنظير خصو يبقى في الجانب ديال التنظير، وبالتالي فمجموعة من الأمور أنا أتراجع عنها في النهاية. سأقول ماذا؟ أولا على المستوى المالي نجيو القرار الترابي غير الاستقلالية، القرار المالي الجامعات الترابية 5 الحسابات الخصوصية سنتحدث عن ذلك الأستاذ عمر الصاوي، سنتحدث عن التيفيا تصل إلى حوالي 80%. يعني الجامعة الترابية هي تنهض هذه الدولة تعطيك 80%. إذا واش أنا نعطي لولدي 5000 درهم يمشي يدير بها شي حاجة ماشي بهذه والآخر خاصنا نزيدو نقول له يدير؟ لا. بالتالي فنحن من خلال هذا الوضع وإن كنا نتحدث عن استغلال القرار فإن قد أقول أن مستوى الميزان التعليمي للجامعة الترابية أقل وجهات وجامعات سنتحدث عن 81% من مجموع الموارد هي موارد ذاتية، فعفوا هي موارد مرصودة ليست موارد ذاتية. واش تخدم الجامعة إلا كانت التشغيلية 19% عندها القرار، عندها القانون الجبائي 647 متمم له 27 عندها العديد من الامور التي يمكن ان تقوم بها في اطار تقويه الموارد الذاتيه. وبالتالي سوف اقول بان طموح الدوله الترابيه وان كنا نطمح له كان غالبا وننشده في حدودنا الممكن، ساقول في حدود الممكن، والافق يعود الى خلق تلك الاليه التنميه من القاعده، وان لنا أن نخلق هذه الآليات من التنمية والتي أعتبرها تبدأ من مسألة منظومة القيم. شكرا سيدي الرئيس وأعتذر عنك.